يعود عيسى بن مريم إلى الأرض يدعو الناس إلى دين الله. في أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. فإذا انهدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض، يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم، بشر لا يحصيهم إلا الله. يعني أقرب لك عددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية. هذه البحيرة في شرق فلسطين، طولها 30 كيلو وعرضها أقصى عرض لها تقريبا 4 كيلو متر. تخيلتوا الآن خزان هذا الماء 30 كيلو في 4 كيلو، يعني 120 كيلو متر مربع. هذه البحيرة مليانة ماء، يمرون عليها وهم يمشون يشربونها. فإذا وصل آخر واحد فيهم يقول لأصحابه، يقولون كان هنا ماء. ايش معنى هذا؟ شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون. كم عددهم هؤلاء؟ عدد مهول. فلا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه ويهلكون الأخضر واليابس. يا رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لعيسى بن مريم إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يمكن أن يقاتلهم ولا يواجههم أحد. فافزع إلى الطور، فيذهب عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الطور، إلى الجبل، ثم يصلون إلى أرض فلسطين. فإذا وصلوا إلى هناك يكونون نشروا الشر في كل مكان وأفسدوا، يعني شرهم آذى الناس. فيفزع عيسى بن مريم إلى الله أن يخلص الله المسلمين من شرهم. وهنا تظهر قوة الله عز وجل. يرسل الله عليهم دود اسمه النغف، يتسلط على رقابهم، دود ينتشر فيهم في رقابهم، فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة، ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة. الله أكبر، ما أعظم الله. فإذا ماتوا انتفخت أجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم، فعندها يدعو الله عز وجل عيسى أن يخلص الناس بشرهم، فيرسل الله تعالى طيورا كأسنمة البخت كرقاب الجمال، يعني طيور كبار، فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله، أما إلى البحار أو إلى أي مكان. ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر. هذا المطر ينتشر في الأرض فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام. من وصف البركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم اللي هم من 3 إلى 9 رجال يستظلون في قشر الرمانة، ليس في قشر في ظل شجرة الرمان، لا، الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها أن 7 رجال يجلسون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الأرض. يقعد عيسى بن مريم 7 سنوات يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى التوحيد، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، ويحج بيت الله ويعتمر، ويجلس 7 سنوات والأرض كلها أصبحت تعود إلى الدين أفواج مع خير وأمطار وبركة تخرج في الأرض، تعود يعني الأرض بكر كما كانت جميلة. ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الآن انتهت 3 علامات من علامات الساعة الكبرى. بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاحوا واطمأنوا، يعود الشيطان مرة أخرى يفسد في الناس، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى الضلال، فيخسف خسف في شرق الأرض يتحدث الناس فيه. الخسف ما هو؟ مدينة كاملة يخسف بها في ليلة واحدة، فيبحث عنها لا توجد. يعني ما هو خسف بسيط، لا، خسف يتحدث فيه كل الناس. وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف، هذه العلامة الرابعة، إذا بخسف آخر في غرب الأرض، ثم خسف آخر في جزيرة العرب. الآن كم علامة؟ 6 علامات من علامات الساعة. ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض، يغشى الناس كما قال الله عز وجل، يتأذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية، ويتأذى منه غير المؤمنين أذى شديدا. هذا الدخان يغشى الأرض كلها
كل الأرض يغشاها هذا الدخان، يعني ليس دخان غبار في منطقة، لا، كل الأرض. ثم ينقشع هذا الدخان. هذا الدخان هو إنذار لآخر 3 علامات، وهي التي قال الله فيها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ال3 الأخيرات هي الختامية.